هذا نداء من الساكنة ديال تداوت المعنطرفو والساكنة اللي كتواجد على طول هذا الواد ديال أدغوال اللي تهيأ على أساس أنه يحمي الساكنة من الفيضانات كما كتشوفوا الصورة ديال الفيديو في الأعلى اللي هي فيضانات ديال 2016. الآن الساكنة كتعاني من هذا الواد اللي تحول، هذا المجرى ديال الواد اللي تحول المجرى ديال التطهير السائل، يعني الواد الحار. وهذه الحالة هذه الكارثية راه من قبل من رمضان، غير ما كانش بهذا الحدة، ما كانش بهذا الصبيب، كان في الليل كيكون كتر وفي النهار كيقلال، ولكن الآن تزاد بواحد الشكل كبير، وبالتالي هذا يعني كيشكل واحد الخطر بيئي وربما غادي تنتج عنه عواقب صحية وغادي تتفاقم الأوضاع، خاصة أننا مقبلين على فصل الصيف، الحرارة كترتفع، الأطفال كيلعبوا في الجنبات ديالو، والمعاناة يعني كتزاد يوم بعد يوم على الساكنة اللي كتكون مضطر أنها تغلق النوافذ ديالها في الوقت اللي الحرارة بدات كترتفع ولا تطاق، والروائح الكارهة تزكم الأنوف. يعني فين هما المسؤولين على التطهير السائل اللي هذه هي مسؤوليتهم؟ فين هما؟ يعني واش هاد الامور ما بيناش؟ هادشي راه على السطح، ماشي حتى شي حاجه نقولوا شي فويت لداخل ما بيناش، هذه راه مكشوفه مده اكثر من شهر. يعني هادشي اللي كنقول لكم انا قبل من رمضان عندي فيديو صورته في الليل ولكن ما بانش. يعني هاد الكارثه هذه واش هذا حي هامشي؟ معليش خلي الناس يستحقوا يستاهلوا هادشي اللي يستاهل الساكنه ديال تداوت. لو ان هذا المجرى هذا كاين في وسط المدينه والاحياء اللي هي معروفه، ما نظنش واش غادي تبقى هذه الامور هذه اكثر من شهر، ولا المزوق من داخل اش خبارك على الهواميش. راه كارثه بيئيه هذه، احنا ما كنهضروش على الكوارث الاخرى البيئيه ديال الصلبه، كنشوفوا غير هذه الفضيحه هذه ديال هذا الواد الحار اللي للاسف شديد. اذا هذا نداء نتمنوا ان الجهات المسؤوله تدخل بشكل سريع قبل ما تستفحل الامور، وبالتالي غادي تطور الكارثه صحيه، ما تبقاش الكارثه بيئيه، غادي تولي كل شيء ممكن. مع هذا الارتفاع الحراره نتوقعوا الكوليرا، نتوقعوا واحد الامراض جلديه، نتوقعوا ليشمانيا، نتوقعوا كل شيء. اذا نتمنى ان الناس المسؤولين يديروا شغلهم وينقذوا هذه الساكنه هذه اللي كتعاني هذا اكثر من شهر وهي صامته. تحيه.